اخر الشهر والميزانية خلاص باي باي، تعالوا نعمل احلى تورلي هينفع معاكم غدا وينفع عشاء، سهل وبسيط وسريع جدا. انا اسمي ريم ودي قناتي، ما تنسيش تعملي لي لايك حلو للفيديو وكمان متابعة حلوة. عندي هنا تشكيلة خضار خطيرة، نص كيلو من البطاطس، حوالي بطاطستين كده كبار، عندي جزراية واحدة حجمها كبير، كمان بصلاية كبيرة او ممكن 2 متوسطين، دي كمان 3 حبات من الكوسة، لو عاوزين تزودوها عن كده مفيش مشكلة، 5 حبات من الطماطم. احلى حاجة في التورلي كمية الخضار بتاعته، زودوها او قللوها زي ما تحبوا، ممكن تضاعفوا البطاطس، ممكن تضاعفوا الجزر، زيها الكوسة وزيها الطماطم والبصل. انا غسله الخضار ده بتاعي كويس جدا تحت الحنفية عشان ينزل اي تراب او شوايب عليه. بعد كده همسك الخضار ده واقطعه مكعبات او دواير او ارباع زي ما تحبوا. تقطيعة الخضار هنا باي شكل وباي حجم ما عدا الطماطم، هقولك هنعمل فيها ايه. قطعنا كل كمية الخضار بتاعتنا بالشكل ده. عندي هنا البطاطس مكعبات، بشرت كمان الطماطم بالمبشرة 4-5 طماطمات كده، ولو عاوزين تزودوا مفيش اي مشكلة. الكوسة والجزر قطعناهم بالشكل الخطير ده حلقات كده او مكعبات زي ما تحبوا. وعندي كام ورقة من اللورة بتديها طعم حكاية. معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وممكن تستغنوا عنها وتستبدلوها بعصير طماطم. عندي البصل قطعته برضو بالشكل ده، تقطيعة البصلة تكون خشنة شوية، بلاش تنعموها كتير. 5-6 معالق من الزيت، وممكن تقللوه تخلوه 3 معالق. ملح وفلفل اسمر نص معلقة او حسب رغبتكم. الطاجن بتاعي وهنزل اول حاجة بالبطاطس، البصل عليهم الكوسة وكمان الجزر، انزل عليهم بالطماطم المبشورة 4-5 طماطمات متوسطين، عليهم الملح والفلفل الاسمر نص معلقة من كل حاجة، 3-4 ورقات من ورق اللورة بيودوها في حتة تانية وممكن تستغنوا عنهم لو مش بتحبوه. 5-6 معالق كبار من الزيت، وممكن تعملوا ميكس ما بين السمنة والزيت بيبقى خطير. نزل عليهم معلقتين كبار من صلصة الطماطم، ولو عاوزين تستبدلوها بعصير الطماطم بيبقى برضو خطير. احنا طماطم مبشورة وكمان الصلصة هيدي ميكس حلو قوي، وكمان اللون هيظبط جدا. هقلب الميكس الخطير ده مع بعضه كده، وبعدين هضيف 2 كوبايات بس من المية من بتوع العصير، تمام، عشان المية دي هتساعد الخضار ان هو يستوي. اكيد هو هينزل السوائل بتاعته، بس احنا عاوزين نساعده اكتر. انزل ب2 كوبايات من المية من كوبايات العصير دي. تاني كوباية. بعد كده هدي تقليبة بالمعلقة كده، وادخله فرن سخن قبلها ب10 دقايق. ممكن اغطي بورق فويل وممكن بغطا حلة. بياخد حوالي 1 ساعة الا ربع او 1 ساعة الا تلت تسوية. احلى تورلي خضار ممكن تعملوه بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة بالمرة. في ناس هتسأل هتقول كمية المية قليلة شوية، بالعكس الخضار هينزل كمية سوائل خطيرة وهنشوفها بعد التسوية. لو عاوزين تزودوا كمان كوباية دي حاجة ترجع لكم. كمية المية هنا اختيارية، زودوها قللوها حسب رغبتكم. هنسويها ونرجع نشوف. ده شكل أطعم وألذ طاجن تورلي خضار ممكن تعملوه بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة جدا. ما خدش 3 دقايق كده، طعمه ولونه وريحته بجد خطير. طاجن خضار في الفرن، تورلي اقتصادي، خضار مشكل، شوية عيش بلدي أو رز بالشعرية وطبق سلطة خضراء، ويبقى غدوة خطير. نوع من الطواجن هينفع معاكم لآخر الشهر، سهل وموفر وحرش جدا، ولا لحمة ولا فراخ ولا سمك.